السلام عليكم. النهارده هنعمل لكم وصفة المخلل اللي كلنا في البيت ما نستغناش عنها أبدا. جبنا معانا 5 كيلو من الخيار، قطعناهم نفس الحجم اللي حضراتكم شايفينها في الفيديو. بعد ما قطعنا ال5 كيلو خيار معاهم نص كيلو فلفل حار، ده طبعا للي بيحب الحار. وهنجهز معانا المية بتاعتنا. طبعا بحاول أصغر لكم الفيديو عشان ما ياخدش معاكم وقت طويل. مية سخنة، وهنزل معانا بالمكونات بتاعتي على المية السخنة. 5 معالق من السكر و7 فصوص توم، وأدوب كويس. واحضر معايا بقية المكونات. المكونات عبارة عن ملح خشن، ملح طعام. طبعا ملح الطعام الخشن بيكون افضل من الملح الناعم. انزل بالملح بتاعي، والملح طبعا بتاعي على حسب الحاجة. حسب انا بحبه ملح زايد شوية، ملح مظبوط. انا بالنسبة لي انا بحب ملح مظبوط. بعد كده خل، وده كانت كمية الخل اللي انا نزلتها. ولون طعام وورق لورا، 2 ورق لورا. ولون طعام تقريبا نص معلقة. وادوب ده كله كويس. طبعا انا البرطمان بتاعي جاهز، الخيار فيه جاهز متقطع جاهز، عشان انزل بيه بالحاجه الماده السائله اللي انا مجهزها. هنزل على البرطمان بالحاجه اللي انا دوتها قدام حضراتكم دلوقتي. وبعد كده انزل ببقيه البرطمان ميه سخنه، ولكن اسيب فيه مكان فارغ شويه عشان اقدر اهز كله في بعضه كويس الاول. ده طبعا فيه لسه كميه بسيطه، اكمل الكميه واقفل البرطمان بتاعي. اهم حاجه اقفله قفله كويسه. وبعد ما اقفل البرطمان بتاعي طبعا انا بكمل الميه. حضرتك مش واخدين بالكم الميه بتطلع فوق اهي. وبعد ما اكمل الميه في البرطمان اقفل عليه كويس. انا حطيت كيس على الغطا عشان ما يخشلوش اي هوا. واقفل البرطمان بتاعي وهسيبه 5 ايام وارجع لكم. ولكن اللي عايز ياكل منه من تاني يوم ممكن ياكل منه. ولكن انا حابب اسيبه 5 ايام عشان يطلع معايا احسن. افضل مخلي ممكن تاكلوه، طعم وريحه وشكل كل حاجه ممكن تاخدوها منه. وده كان شكل المخلل بعد 5 ايام. معلش يا جماعه لو التصوير مش دقيق قوي. طبعا انا معتمد على نفسي في التصوير. فيعني انا هصور، او انا تقريبا بصور نفسي من بعيد، وبعد كده هقرب الكاميرا عشان تشوف شكل المخلل عامل ازاي. لان التصوير مش واضح جدا معايا. ده شكل المخلل بس مش واضح قوي. هقرب الكاميرا لحضراتكم واوريكم شكل المخلل ازاي. فرجوا حضراتكم عامل ازاي المخلل. ما شاء الله حاجه تحفه. يا ريت يا جماعه لايك وشير للفيديو. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. عشان بصراحه احنا بنتعب في الفيديوهات بتاعتنا عشان نوصل لكم افضل شيء. ولكن الدعم بتاعكم يا ريت يبقى افضل من كده. ده مخلل تاكلوه كده حاجه بتقرقش. مش خيار تحس ان هو دايب، ده مش دايب. جربوه وقولوا رأيكم في التعليقات. شرفتوني. كان معاكم الشيف عصام منصور.